صباح الفل. كلام يهمك تاني مع هشام أنس. اتكلمنا عن الأربع أطراف اللي هم بيأثروا في صناعة الأكل، وخاصة تقديم الأكل المصري اللي هو شغلانتي الشاغل. مع إن الراجل قال لي ما تدبش على قلبك هنا عشان هو حاطط المايك، هخبط يعني أنا هعمل كده. فهو شغلانتي الشاغل. طيب، الطرف التاني في موضوع صناعة الأكل أو اللي هو هيؤدي إلى تطوير تقديم الأكل المصري وانتشاره في العالم، واللي هو مهم قوي إن يفهم دوره في الموضوع ده. بصراحة يعني هو أنا دايما بقول أصحاب المطاعم اللي بيشتغلوا في المطاعم، اللي بياكلوا في المطاعم، وبعدين الجهات الرقابية اللي على المطاعم. بس أنا يعني يمكن هروح للطرف الثالث وأحطه رقم 2. يعني مش رقم 2، ده أنا بعتبر هو رقم 1، اللي هو العميل اللي بياكل في المطاعم. مسؤوليتك المجتمعية في إنه الأكل المصري يتقدم بشكل صحيح، أو أيا كان الأكل اللي بيتقدم في مصر يتقدم بشكل صحيح. وعيك، ثقافتك، لازم تعرف دورك في تطوير ده. لازم تعرف إن دورك الرقابي أقوى من دور الجهات الرقابية، ولازم تعرف إن دورك لما يحصل وعي عندك في موضوع الأكل، أنت بتعمل ضغط حقيقي على أصحاب المطاعم وعلى بيشتغلوا في المطاعم وعلى الجهات الرقابية بتاعتهم. فالوعي بتاع العميل اللي بيروح لما قررت إنك تروح تاكل مطعم، خلاص، والمدام بتشتغل ومش هتطبخ، والولاد ماسكين السوشيال ميديا ويفضلوا يعملوا كده ويروحوا على الابليكيشن بتاع الطلبات ويطلب. حضرتك بقى مطلوب منك شوية تركيز جامد جدا جدا في انك انت ثقف نفسك. لا تأكل شيء من اي مطعم ما لم تكن على علم تام هو بيعمل المادة اللي بيعملها دي ايه، المطبخ بتاعه شكله ازاي، عنده هيجين ولا ما عندوش هيجين، عنده فود سيفتي ولا لا. ده حقك. عشان كده احنا برضو في شجر الدر، وده مش دعاية لشجر الدر، بنقول ان من حق العميل دخول المطبخ. ويجي يقول لك ده مش، يجي ناس يقول لك ده الكلام ده مش هيجين. يعني انت مش عارفين حاجة عن المطاعم العالم كله. وانا لافف في دول كتيرة في اوروبا ولا امريكا ولا غيره، المطابخ رايحة في 60 داهية. لحسن تفتكروا كل واحد يجي يقول لك ايه ده انا في اوروبا ضايعة، المطابخ بتاعتها رايحة في داهية. معظم مطابخ المطاعم الاوروبية مليانة فران. ده بس للمعلومية. احنا احق واولى الناس بان احنا نقدم النموذج الصحيح للمطبخ، لان احنا اولاد من غشنا فليس منا. احنا ابناء من 1400 سنة. النظافة من الايمان. احنا اولاد لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. نرجع لدورك انت كعميل. يبقى لازم تعرف انت بتاكل ايه، ولازم تفهم كويس قوي العميل او الناس اللي بتروح تاكل في المطاعم. لازم تعرف كويس قوي انك انت ممكن انتوا مش مركزين الا في الطعم. وطبعا الجماعه اللي هم اللي بيقولوا على نفسهم مشاهير او انفلونسرز او الفود بلوجر او مش عارف ايه، بيقولوا على نفسهم كده، بيفضلوا تركيزهم كله بيفضل ينفخ في الاكل طول الوقت ويقول لك ده جوسي وده كريسبي ولا واحد فيهم جاب سيره الاكل معمول ازاي. وانتوا بتفضل تبص كده، موبايل ده مضيعنا، نبص ده بيقول ده عنده مش عارف ايه، ده عنده طعم. طب الطعم ده جه ازاي؟ لازم تفهم وعرف ولادك كده من واقع الامانه اللي ربنا اديها لك، انك مسؤول على اسره، مسؤول على اطفال. ما تدفعوش كده على انه ما يفكرش. لازم يفكر هو بياكل ايه. لازم تعرفه كويس جدا. لازم نعرف كويس جدا ان احنا ممكن ناكل لحمه مش لحوم، مش لحمه، وهي معمول عليها شويه تتبيله وخلافه، وطلع لك طعم تحفه. وبعدين يقول لك يفضل ماسك بطنه طول اليوم. بس انا كنت اكل اكله تقيله. مفيش يا حبيبي اكل اسمه اكل تقيل، في كتير وقليل. التقيل ده لو انت عندك مرض معين، انما المعده بتقول لك انت اديتني حاجه مش عارفه اتصرف معاها، فانت تقول ده تقيل، ده كبسه على نفسي. نفسك ما بيتكبسش عليه من الاكل. إن لو كلت كتير حتى بتحتاج تقعد شويه. لو انت اكل صحي صحيح ما فيهوش غش ما فيهوش غيره، بتقعد فتره شويه
والمعده بتعرف تتعامل معاه. بس المشكله في انك انت لما تروح تاكل اكل والماتيريال ده المعده مش عارفه تتعامل معاه، فانت بتقول عليه تقيل. وبالتالي عرف ابنك انه ما ياكلش حاجه الا هو عارفها الماتيريال دي ايه، الماده دي ايه، الماده الخام دي ايه، اللحمه دي ايه. لازم يعرف ومتشال ازاي، وبالذات اللحوم المفرومه في كل العالم، مش هقول لك في مصر ولا في الوطن العربي ولا في اي مكان، لا، اعرف اللحمه المفرومه اللي انت بتاكلها دي اتفرمت ازاي. والمطعم اللي بيعمل لك ده وعمال يعمل لك يقدم لك الاكل وبيقدم لك اكل بسعر معين، هل هو فرم اللحمه عنده في المطعم ولا جايبها منين؟ واذا كان فارمها وبيقول لك اصل انا عندي سنترال كيتشن، عندك سنترال كيتشن عشان مش عارف يظبط الطعم. انت مش عارف تظبط الطعم، انت مش هتخرج طباخين. يبقى لازم تعرف هو بينقلها ازاي، ولازم تروح، ولازم يكون من حقك تشوف، ولازم يكون المطعم ده كل وقت. ايه المشكله بتاع المطاعم كلها انها تعمل شاشات تبين فيها المطبخ بيحصل فيه ايه المشكله؟ طالما انت بتتاجر وقررت انك انت تشتغل، فما توري الناس ده بتعمل ايه. ولذلك مسؤولية حضرتك انت وانت راخي المطعم مهمة جدا جدا جدا. وعيك وثقافتك مهمة جدا جدا، هتخلي اصحاب المطاعم يركزوا قوي لانه العميل فاهم. هتخلي اللي بيشتغل الطباخ هيبقى واعي قوي لان العميل فاهم. هتخلي اللي بيقدم الاكل واعي قوي لان العميل فاهم. انما حضرتك تروح كل اللي انت بتلهس وراه طعم كويس. يعني كنت من الحاجات اللي انا كان في حد قال لي في مره، ده مش عارف في عربيه مش مهم، مش عايز اقول عشان ما الناس ما تحسش ان انا كاني اتاكينج. ولو ان احنا في حاله صحيه لازم نبقى فعلا اتاك لكل ما هو غلط، لان مش معقوله انه الدول يعني الحكومات ولا اذا كانت بتعمل على حاجه تطور المجتمع والمجتمع بيدمر صحته، تيجي تلاقي واحد حاطط حاجه عربيه مش ممكن. ما ينفعش تاكل كده، بتاكل بتاع ايه؟ يعني انا والله في راجل كنت بشوفه، والله قلت الراجل ده هيموت، والله قلت هيموت، والله قلت الراجل ده طريقته والاكل اللي عمال ياكله بالطريقه دي، والاكل دي الاكل اللي بياكله ده مش لحمه. والله توقعت له كده، ربنا يرحمه ويحسن اليه. بس احنا لازم تعرف مسؤوليتك تجاه نفسك، لازم تعرف انك انت مؤتمن على جهاز هضمي ربنا اداهولك ما بيعرفش يتعامل غير مع الاكل اللي بيطلع من عن طريق الزرع او عن طريق الثروه الحيوانيه، مفيش حاجه تانية. ممكن اسال حاجه؟ اتفضل. ما هو لو احنا كلنا عملنا يعني موضوع الفود سيفتي خصوصا في العربيات الكبده او الكلام ده كله، هيعلي السعر قوي على المواطن. بص حضرتك، يعلى ياكل صح ولا ياكل ويروح مستشفى بعد كده؟ الحاجه الصح مش سعرها عالي، بالعكس. طب خليني اسالك سؤال بطريقه تانية، ايه هي اقل ستاندرز ممكنه او اقل حاجه او اقل سيت اب ممكن عشان نشتغل كلين از يو جو؟ انا مش بتكلم دلوقتي في الكلين از يو جو، لانه الكلين مش معناه ان الفود سيفتي وهيجين. قصدي فود سيفتي، النظافه مش معناها. انا قصدي فود سيفتي. انا فاهمك، بس انا برضو عشان نوضح للناس، ما تروح ليش مطعم برضو اصحاب الناس اللي بيروحوا المطعم تقولش المطعم نظيف قوي. مفيش حاجه اسمها مطعم نظيف قوي. في ايه يعني نظيف؟ ما هو لازم يكون نظيف. ما تقوليش برضو طعم حلو قوي، ما هو لازم يكون طعم حلو، امال هو مطعم ليه؟ انما انت بتركز على الفود سيفتي. يعني ايه فود سيفتي ويعني ايه هايجين؟ يعني ايه كلمه فود سيفتي وهايجين؟ فود سيفتي وهايجين ملوش دعوه بالنظافه. دي حاجه ازاي بتحفظ الاكل بعيد عن المخاطر اللي هي بتؤدي الى مشاكل صحيه للانسان، واللي هي معروفه، مش هنقعد لان القصه طويله. والهايجين معروف، كلمه هايجين كلنا بعد لما مرينا بايام الكورونا موضوع الهايجين عارفين. فالموضوع مش نظافه. نيجي نقول كلين از يو جو. كلين از يو جو ده سلوك، ده سلوك مجتمعي في الشارع، لانه احنا عندنا كلين از يو جو ده منطقه الاذى من الطريق صدقه. الرسول صلى الله عليه وسلم قالها من اكثر من 1400 سنه. فيعني ما تشيل حاجه، ما تمشيش، ما ترميش حاجه في الطريق. طيب لو في 4 حاجات انت هتقولهم عشان خاطر انا عندي مطعم صغير، مطعم متر في متر، تمام، وعايز ان انا اطبق الستاندردز بتاعه الفود سيفتي، ايه اهم 4 حاجات؟ هل مثلا التخزين الصح، الطهي ازاي؟ مفيش حاجه اسمها 4 حاجات او 10 حاجات، ممكن يكون 100 حاجه، ماشي. ممكن يكون حاجتين، ممكن يكون 3 حاجات. يعني حتى في الاسئله معلش
يقول لك قول لي 3 حاجات، وانا مش في امتحان جغرافيا. انت فاهمنا حاجه ازاي؟ الاحتياجات التي يحتاجها الشغل بتاع كل حاجه هي معروفه. انت بتعمل طعميه، فانت الطعميه عايزه كذا وكذا. بتعمل ايه في طعميه؟ بتجيب فول. طب الفول ده بيحتاج ايه؟ طب بتجيب الخضره بتاعت الطعميه. طب بتعمل ده في المطحنه بتاعتها او العجانه. وبعدين انت بتستخدم زيت او بتستخدم كذا. موضوع حاجات كتيره. كل خطوه من الخطوات لن تكون بصعوبه على الاطلاق على اللي بيشتغل فيها انه يعملها، ولن تكون صعبه على اللي بيراقب انه يعملها، ولن تكون صعبه على اللي بيروح ياكل انه يشوفها ويركز فيها. يعني خضار، طب خضار ايه؟ يبقى لازم غسيل خضار ازاي؟ بيتعمل بطريقه معينه. انت معايا حضرتك؟ طيب الراجل اللي بيشتغل لازم يشتغل بايه؟ مش معقوله يفضل يشرب سجاير وبعدين يروح يعمل كده وبعدين ولا يحطها في حاجه حط كده ويعمل وخلاص غسلت. لا، الموضوع مش كده. هو في خطوات لكل حاجه، وبعدين مش صعبه. اي حد بيشتغل هو يشتغل اي حاجه. اشمعنى يعني السيرش ده شغال في الحاجات اللي مش مظبوطه؟ ما تشتغل قول ازاي اغسل خضار، ازاي اغسل الخضره. اي حد اللي ما بيعرفش يقرا حتى يقولها بالصوت، ازاي اغسل الخضار بتاع كذا، هيقول له. اشمعنى احنا بنستخدم السوشيال ميديا دي في الحاجات تضييع وقت؟ يفضلوا يدوروا على فيديو بتاع حد عمل حاجه شمال او يمين، يقول لك ده فلان ده بيرقص، ده نازل بدله رقص، ويفضل يدوروا. طب ما تعمل سيرش على ازاي تغسل الخضار، ازاي تطحن كذا، ازاي تعمل كذا، ازاي تعمل كذا. ايه هو الفود سيفتي والهيجين؟ العمليه اصبحت اي حد عايز اي معلومات يقدر ياخدها، بس ما توجهش نفسك واتجاهك في الحاجات اللي ما بتفيدكش في حاجه، وسايب الحاجات اللي بتفيدك. طب خليني اقول لك حاجه بس سخنت شويه صح؟ لا بالعكس. اوكي. طيب الناس بتحبك ومصدقه فيك، اوكي تمام، وهي شايفاك ايكون في موضوع الفود سيفتي والهايجين. فانا نفسي ان انت تقول لهم عن نصايح عشان يطبقوا ده، لان انا واحد مثلا عندي مطعم بتفرج على مستر هشام عشان انا مصدق في الرساله، بس انا مش عارف ابدا منين. حتى السيرش انا مش عارف ابدا بيه، بس انا مصدق مستر هشام. نفسي اقعد مع مستر هشام عشان يقول لي بص انت عندك ده محتاج تعمل كذا، ده محتاج تعمل كذا، ده محتاج تعمل كذا. طيب. تمام. عندي مطعم كبده وسجق، وانا راجل على قدي، مطعم صغير، وعايز فعلا ان انا اطبق الحاجة. رقم 1 تكون كبده. هات كبده. رقم 1 لما تجيب كبده تبقى كبده، ولما تجيب سجق تبقى سجق. بكل عنف بقولها لك وبكل قوه بقولها لك. انا مش معقول انك انت تقول كبده وهي مش كبده. يراجعوا نفسهم، لان انا جبت كبده من الناس بتتكسر مش كبده. هي ايه؟ كذا. الواحد ببساطه شديده، بس عشان انا طلعت من دور العميل، بس هو برضك خليها في دور العميل. هو ما ينفعش الواحد يعمل اي حاجه هو ما يعملهاش، ما هي تعملها ما تعملهاش. يعني انا عايز اسال سؤال بس، اللي بيعمل اي حاجه، انا دلوقتي اولا انا مش ايقونه ولا حاجه، بس عشان نرجع للحته دي، انا عندي اخلاص في اللي بعمله، ما عنديش غير كده اخلاص، ومش عايز نتيجه من حد الا من ربنا وبس. اللي يصدق يصدق وما يصدقش براحته، انا ماليش دعوه. انا علاقتي في شغلي، عندي علاقه قويه جدا في شغلي، والرقيب بتاعي ربنا، وبعمل دور الرقابه على نفسي بقدر الامكان. لكن انا لا ايقونه ولا غيره، ولكن الموضوع بسيط. اي حد في العالم غمض عينك وانت بتعمل اي حاجه، غمض عينك، لان ربنا خلق فيك جواك جزء مهم جدا من صفه ربنا وهي الرقيب. انت بيعمل اي حد بيعمل اي حاجه، لو غمض عينه وسال نفسه هيعرف نفسه بيعمل الصح ولا الغلط معايا، وهيلاقي نفسه برضك حسيب، هيلاقي فيه الجزء ده. نيجي واحد يقول لك ده الضمير مات، لا، مفيش حاجه اسمها كده. ربنا سبحانه وتعالى بيحط جوه كل انسان الاحساس بالصح والغلط اللي بيعمله. فانا المواضيع من ابسط ما يكون، يا تعمل الحاجه يا ما تعملهاش، ويا تكون مخلص في الحاجه اللي بتعملها، يعني يا تسيبها خالص، سيب حد تاني يعملها. يعني مش معقوله تعمل مطعم وعمال تغش في الناس بتضرهم. يا اخي روح غشهم في عربيات، مش مشكله، بس مش في الاكل. هتتمسك طبعا. ما بقولش بقى بتوع العربيات يقول لك تعمل غش، انا ما اقصدش طبعا. يعني في حاجه ما ينفعش فيها، يعني حتى غش اللبن ده اللي هو كان الحديث بتاع يعني الست اللي كانت بتحط الميه في الحليب ده،
والحليب انتوا شوفوا الحليب. طب شوفوا الكوارث في الحليب. يلا شوف الكوارث في الحليب. هات لي حليب كده. احنا لما نروح تجيب حليب، كنت اول ما فتحت شجر الدر كنت في عندنا يعني مش عايز اقول مزرعه عشان يعني كل واحد بيفتح مطعم يقول لك انا عندي مزرعه عندي مزرعه عندي مزرعه. هي حطت ارض فيها يا دوب احنا بنعمل فيها الخرفان ولا خلافه. فكان الحليب اللي حوالين الناس، الحليب الجاموسي ده تحفه. يعني لما بتعمل بالرز بلبن مش طبيعي، كانوا قشطه. فالناس يعني الناس اللي قاعده تغش في الحليب ده هي ناقصه. يعني مش ناقصه. يعني اللي هيغش في الاكل ده يشوف له حاجه تانية يغش فيها، يعمل مصنع بناطيل ويغش فيه مش مشكله، بس ما تغشش الناس في اكل بيضرهم. نرجع تاني لدور الاب او دور العميل اللي بيدخل مطعم. ركز انت بتاكل ايه، واعرف انت من حقك دخول المطبخ. وده اللي انا بحاول اعمله كهشام انس من خلال المطابخ المصريه او المطاعم المصريه، اني اقدم النموذج ده للعالم. يكون من حق العميل دخول المطبخ. يجي يقول لك ايه ده خطر، ده ما اعرفش ايه ده، طب ما هو مش هيجين. يا اخي انت قاعد، انا يعني بديلك بعمل دور رقابه، وعايز اخلي المطابخ تشتغل صح، وانت تيجي تقول لي ده دخول المطبخ، ده الهدوم، ده مش في كده، في تعليقات كده بتكون سخيفه ما يتقالش عليها غير انها سخيفه. انا عايز اعمل العاده دي عشان تدرأ كوارث انت مش عارفها. لا انت عارف بتاع الخضار عمل ايه، ولا انت عارف واقوم اقول لك اعمل من حقك دخول المطبخ عشان عايز اعمل دور رقابي، عايز اخترع الحاجه دي تحصل في العالم في ظل وجود مواد صناعيه كثيره بتدخل في صناعه الاكل، لا هي جايه من الارض ولا هي جايه من الثروه الحيوانيه. وبالتالي هي دي الكوارث اللي فيها. المواد الصناعيه اللي بتضاف في الاكل هي اللي ادت الى زياده الامراض وظهور امراض جديده مستجده على الانسان. بس فلازم الانسان، لازم الطرف اللي هو العميل يعرف هو بياكل ايه، يعرف ولاده بياكلوا ايه. لازم ده تبقى جزء اساسي. احنا بيحصل في الساحل الشمالي بيحصل كوارث في الاكل. الهيجين كانه رفاهيه، لا الهيجين مش رفاهيه، الهيجين ضروره. الفود سيفتي ضروره. مفيش حاجه اسمها واحد بيعمل لك فطير وحاطط لك الحاجه قدامك كده، لازم تكون محطوطه بعيد عن الدينجر زون بتاع البكتيريا. انت هتتفزلك وتتكلم انجليزي، لا هي اتعلمناها كده، اللي هي درجه الحراره الخطر بتاع البكتيريا، اللي هي درجه الحراره ما بين 5 لحد 65. ما ينفعش واحد بيعمل فطير وشايل لك الحاجه وانت عمال تاكل وبطني وتعمل، تبقى انت رايح مستني السيزون قاعد 6 شهور ولا 7 شهور مستني تقول ده بس انا بعمل الشيب بتاعي علشان عشان الساحل، وبعدين تروح الاكل بتاعك رايح في داهيه. ما ينفعش، لازم تفكر. وبالتالي دورك كدور العميل اللي بيدخل ده مهم جدا. هيظبط دور صاحب المطعم، وهيظبط الجهات الرقابيه، وهيظبط الجهات اللي بتشتغل في المطعم. شكرا.